إنه الأعور يا سيدي. حسنا، لنرى ما في جعبته. بالوادي مسافران. أغراب؟ يبدو أنهما كذلك، وإن لم يخب ظني فهما تاجر وتابعه. لا يسير في وادي الموت إلا تاجر غريب وتابعه. هيا! تهنا، هذا ما أعتقد. ألا تشم رائحة نهر؟ يا سيدي، ما تزال رائحة النيل عابقة في أنفي. وربما تكون رائحة دجلة أو الفرات. هذا يعني أننا نقترب من بغداد. هذا إن استطعنا الوصول إليها. ما قولك يا سيدي؟ لا بأس، هذا مصير من لا يعرف أين يسير. لا تسلم منهم قافلة ليلا صارت أو نهارا، لا شفقة ولا رحمة في قلب ذلك السافل. قوافل التجار تخاف الاقتراب من بغداد لفعاله، أما ما يحدث في المدينة فذاك شأن آخر. إنهم بلاء يا مولاي. مولاي، ما وراءك أيها الحاجب؟ صاحب الشرطة أحمد الدنف يستأذن بالدخول يا مولاي. أدخل. يجب أن يكون لدى أحمد الدنف جواب. السلام على مولاي ولبغداد. اجلس. ما قولك فيما يصلنا من أخبار يا أحمد؟ أشك أنك تعلم بشكاية شهبندر التجار. نبذل قصارى جهدنا يا مولاي. أي جهد هذا؟ والقوافل تتعرض للنهب على أبواب بغداد، واللصوص يعبثون في أسواقها كأنما لا شرطة فيها ولا نظام. يبدو أنك قد شخت بالفعل، ويجب أن أطلب لك من يعاونك. مولاي، لم تصل بي السن بعد إلى الحد الذي أعجز فيه عن إيجاد الحلول يا مولاي. آمل أن تمهل خادمك بعض الوقت وستسمع ما يرضيك. بعض الوقت يا دنف، بعض الوقت. الله أعلم من سينهب اليوم ومن سيقتل. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. ماذا قلت؟ بالتأكيد يا مولاي، بعض الوقت، بعض الوقت. لا يبدوان من أهالي بغداد ولا من الشام حتى. إن لم نصل بغداد اليوم سنموت من العطش.
ما أضيق صدرك يا سالم؟ ما أحببت هذه السفرة يا مولاي، ما أحببتها. السلام لله. جئنا من بلاد النيل وأضعنا الطريق على أبواب بغداد. ألا تعلمان أن الداخل إلى وادي الموت مفقود؟ حسنا، دلنا على وادي الموت كي لا ندخل إليه. أنتم فيه الآن وقد تماديتم وأنا أبو الموت. وأنا رسول الموت، اسمي المقدم حسن رأس الغول. هيا واجهني. أبا الموت، اهدأ. سالم، أعطني الحبل. دليلة نحمل أخبارا مهولة من ديوان الشرطة. الوالي طلب صاحب الشرطة وأسمعه شكاية شهبندر التجار، وقد أمهل الوالي أحمد الدنف برهة قصيرة قبل أن يطلب له العون. أحقا ما تقول؟ سمعته للتو وجئت على عجلة أنقله إليك. حان وقت زيارتي للوالي. ماذا تطلبين منه؟ ما هو حق لي. وماذا عني أنا؟ حقي هو حقك يا زوجي العزيز. هيا أسرع وعد الآن إلى ديوان الشرطة. لا يجب أن يشعر أحمد الدنف بشيء حتى أنتهي من زيارتي للوالي. دليلة، يجب أن أجهز نفسي الآن. لا أعرف ماذا يدور في هذا الرأس. انتظر الأخبار في ديوان الشرطة والباقي فيما بعد. هيا. سأرى إن كنت سأحتاجك. أبو الموت، أبو الدابة كثير عليك. اقتلني أيها المقدم ولا تسلمني إلى الوالي. كنت حائرا بالهدية التي سأقدمها للوالي، أما الآن فأنت هدية. أتوسل إليك أيها المقدم، سيصلبني حتى يرتاح الناس منك. ارفق بنا أيها المقدم، نكن خدما لك.
إذا دللتني على أقصر الطرق إلى بغداد رفقت بك. لك ما شئت يا سيدي، لك ما شئت. كان علي أن أفقع عينيك الاثنتين على الأمر نزل. أبو التعبة سالم، يكفيهم ما فعلنا بهم. هيا. سيعود لك حقك يا دليلة. هيا. إذا لم نصل بغداد قبل حلول الليل ستنال مني ما لا تتمناه أيها الأعور. بغداد أمامنا يا سيدي، لن يبقى إلا أن نقطع هذا التل. هذا أعجب ما سمعت اليوم. ألا تعلم أيها المملوك أن مقدمية الشرطة لا تكون إلا لمن كان أبوه وأجداده من المقدمين؟ بالطبع يا مولاي، فأبي وأجدادي كانوا من المقدمين قبل أن تولوا أحمد الدنف المصري شرطة بغداد. خادمك ابن بارق الرماح. أأنت زريق السماك؟ بل أنا أخوه يا مولاي. وما الذي يدفعك إلى هذا الطلب يا ابن بارق الرماح؟ كنت مع أخي زريق في الشام عندما وصلتنا أخبار اللصوص وقطاع الطرق الذين ينهبون أهل بغداد وزوارها، فسأني أن أقف مكتوف اليدين، فجئت لأعد مولاي بأن أقطع دابر اللصوص وأعيد إلى بغداد الأمان الذي كان في سابق عهدها عندما تولوني شرطة بغداد. كانت بغداد آمنة بحق في عهد أبيك. واعلم يا ابن بارق الرماح أنني أمهلت صاحب شرطتنا بعض الوقت، فإن لم يعد الأمان إلى سابق عهده سيكون لي معه شأن آخر. مولاي، ما وراءك أيها الحاجب؟ اقترب. اسمع يا ابن بارق، يبدو أن أمنيتك في عودة الأمان إلى بغداد ستتحقق سريعا، ولئن صح ما نقل إلينا للتو سيكون الأمان في طريقه إلى بغداد، وسيكون أحمد الدنف جديرا بثقتي. كل أملي أن يتحقق رجاء مولاي، فما يسعده يسعدني. أستأذنكم يا مولاي. أي قدر طيب ساقك إلينا يا حسن؟ ضاقت بي الدنيا فلم أجد نفسي إلا في طريقي إلى معلمي القديم. خيرا فعلت، وفي أضيق وقت. أرجو أن تقبل مني هذه الهدية. وأي هدية؟
أبا الموت، وقعت أيها الوقت. سيسر الوالي بهديتك. الوالي؟ نعم، سأقدمك له في الحال على أنك جئت عونا لي وبناء على طلبي. هل لديك مانع؟ لا، إنه شرف لي أن أكون عونا لك. أهلا بك في بغداد. تولوا أمر اللصوص. لا تنسى وعدك يا مقدم. صل لسانك أيها الأعور، ليس رأس الغول من ينسى عهوده. إنه سالم، معاوني الذي أثق به. أهلا بك. هيا بنا يا حسن، هيا هيا. كمان أنت؟ هي ما بك، أنا دليلة. دليلة؟ كيف قمت بكل هذا؟ دعك من هذا الآن وأخبرني، أين كنت حتى الآن؟ الأمور مضطربة في ديوان الشرطة. ماذا يجري هناك؟ كان أحمد الدنف يسب ويلعن حتى دخل عليه أحد الحراس، نقل إليه خبرا فأقامه ولم يقعده من السرور. أي خبر هذا؟ أن رجلا يدعى حسن رأس الغول قد هزم غريمه أبا الموت، فبعث أحمد الدنف برسالة إلى الوالي وخرج هو لاستقبال رأس الغول. هكذا إذن، اللعنة عليهم جميعا. كنت على وشك أن أصبح صاحب شرطة بغداد. أنت صاحب الشرطة؟ كنت أظن أنك تطلبين هذا لي أنا. من أين خرج لنا رأس الغول هذا بعدما زعزعت ثقة الوالي بأحمد الدنف؟ ماذا تنوين الآن؟ سأرى ما يمكنني فعله. ارجع أنت الآن إلى ديوان الشرطة ووافني بالأخبار. أريد أن أعرف من هو رأس الغول وما الذي جاء به إلى بغداد. ثق أنني أعمل من أجلك. حقا من أجلي أنا؟ من أجلنا معا. هيا. أنا طوع بنانك. لعنة. هي ضربة حظ أم تدبير محكم منك يا أحمد؟ ألم أقل لك يا مولاي إنني لم أصل إلى السن التي تمنعني من إيجاد الحلول بعد. أرجو أن تكون الهدية قد نالت إعجابكم يا مولاي. تفضل يا أحمد، تفضل. ومن يكره هدية من وادي الموت؟ ولكن أليس مكانا غريبا ليختار منه حسن رأس الغول هدية لي؟ أعتقد يا مولاي أن المقدم حسن قد أثبت جدارته برتبة المقدمية. دون شك، دون شك. كان يجب أن تحضره معك. آثرت يا مولاي أن يحضر أمامكم بزي المقدمية بعد أن تمنحوه الخلع والمنصب. هديتي الأكبر يا أحمد أن يعود الأمان إلى بغداد. سنبذل قصارى جهدنا في خدمتكم. يمكنكما أن تبدأ منذ الساعة. أمر مولاي. أيها الحاجب. أمر مولاي. فلينادي المنادي أن وادي الموت بات آمنا من اللصوص وقطاع الطرق، وإن عينا المقدم حسن رأس الغول عونا للمقدم أحمد الدنف صاحب شرطة بغداد. أمركم مولاي. أستأذنكم يا مولاي. يا أهالي بغداد الكرام، يا أهالي بغداد الكرام، الحاضر يعلم الغائب، فقد أصبح وادي الموت وادي الأمان بعون الله وبظل والي بغداد أدامه الله، وبأمر من الوالي فقد عين المقدم حسن رأس الغول معاونا للمقدم أحمد الدنف صاحب شرطة بغداد. يا أهالي بغداد الكرام.
يبدو أنهما سيجعلان من تجوالهما في الأسواق عادة. لعلهما يبحثان عن أحد ما. الله أعلم. رأيت؟ لم يجرؤ أحد على رفع صوته أثناء مرورنا. الكل أصبح يهابنا، وقريبا سنخرج الأفاعي كلها من جحورها. سأجعلهما أضحوكة البلد. ما الذي جاء بك الآن؟ ألم يعد لديكم عمل في الشرطة؟ اهدئي اهدئي يا سيدتي يا سيدة الملاح. أولا أنا أشم رائحة خلاف بين الدنف ورأس الغول. خلاف؟ أي خلاف هذا؟ ما رأيته في السوق الآن لا يوحي بأي خلاف بينهما. الوالي حسم الخلاف بأن قسم العمل بينهما، إلا أن الدنف قلق من تزايد نفوذ رأس الغول، مع أنه هو الذي أرسل في طلبه من مصر. قبحه الله، كم أتوق إلى قتله. وأنت يا عبد الله؟ وما لي أنا؟ بقيت كما أنت من صغار المعاونين أم نالك حظ من خلاف رؤسائك؟ للأسف أنا كما أنا. على كل، حسبي أني زوج امرأة نادرة المثال وبارعة الحسن والجمال. دعك من ترهاتك الآن وأخبرني، هل الخلاف بينهما حقيقي أم يتهيأ لك؟ لأنني نويت أن ألاعبهما. إلى أين يا زاهر؟ سأدعوهما إلى كوب من العناب. هل جننت؟ إن هذا الهدوء يبعث في نفسي الملل. أجل، قد يكون نذير عاصفة قادمة لا سمح الله. وأين هي تلك العاصفة؟ والله إنني ما خدمت في الشرطة إلا ابتغاء الحركة الدائمة. لقد بت أضيق من هذا السيف الذي أحمله دون ما حاجة إليه. ستحتاجه يوما ما، احتفظ به. أنا ذاهب. ألا يكفيك ما فعلته من قبل؟ لم أعتد العيش ساكنة راضية كأي امرأة أخرى. لقد خلقت لأتحرك في كل اتجاه. الحق أنك مخيفة وطموحك مخيف، ولكن إن كنت قد أتعبت أحمد الدنف وهو أستاذ في الحيلة والمكر والدهاء، فإن رأس الغول هو من تغلب على أعتى اللصوص، حتى أن لم نعد نسمع لهم خبرا. اصبر وسترى. ماذا تقصدين؟ سأثبت لك أنني أقوى من الاثنين معا. ولكنني أحذرك، إنهما رئيساي وستحل نقمتهما بي فيطرداني من الشرطة. بل ستكون المعاون الأول لصاحب الشرطة. أنا معاون الدنف؟ بل معاون دليلة يا زوج دليلة. أخبارك طيبة وتريحني، ولا أخفي عليك فقد كثر الحديث عن خلاف نشب بينك وبين المقدم حسن، وهذا الأمر يقلقني ويقلق جميع التجار. ليتني أعلم من أين تصدر مثل هذه الأقاويل الكاذبة. ثمة من يريد أن ينزعها بيني وبين المقدم حسن. ما عليك إلا أن تثبت العكس. ولهذا سنخرج غدا في رحلة صيد. التجارة والأمان صنوان لا يفترقان يا أحمد، وإن غاب أحدهما غاب الآخر واختفت الدنانير.
فيما يجعلك مهموما هكذا؟ أشعر بأنني فريسة غاصت في قلبها سهام صياد. بصراحة يا سعاد، أنا أريد ولد. كلما نزلت إلى دكاني ورأيت التجار كل واحد منهم يحيط به أبناؤه ويساعدونه في تجارته، أحسست بغصة في فؤادي. وماذا في يدي؟ لم تبقى قابلة أو عطار لم ألجأ إليهما. ما دام كل هذا لم ينفع، فلم يبقى أمامي إلا الزواج. تتزوج عليه؟ هذا هو الحل الوحيد. ولكن قبل زواجنا تعاهدنا على المحبة والإخلاص، وأقسمت لي على ألا تشاركني فيك امرأة أخرى. تعاهدنا على ذلك، ولا زلت أحبك حتى الآن. ولكن صدقيني يا سعاد، إن تعاستي من دون أولاد باتت لا تحتمل. أتظن أنني أقل منك تعاسة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ والله لو رأيتك في السوق ما عرفت أنك دليلة. حتى تعرف مهارتي في التنكر. وصوتي أيضا سيكون صوت شيخة عندما أبدأ لعبتي. وأي نوع من اللعب؟ اللعبة التي سأجدها تحير أحمد الدنف وتجعله يتقلب على فراش من شوك. وما هي اللعبة؟ هذا سر دليل الخاص. أولست زوج دليلة؟ أجل، ولكنني أخشى أن تفسد خطتي إذا بحت بها. دليلة، احذري العاقبة. الحذر هو ما تحتاجه أنت يا عبد الله. أنا أحتاج إلى أمر آخر. أحتاج أن تعودي دليلة التي أعرفها. إنك لم تعرفني ولن تعرفني أبدا يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعيني جيدا، هذا الخليط مجرب، كلي منه قبل النوم الليلة وكل ليلة، وحاولي أن تنامي على جنبك الأيمن، وإن شاء الله سيحصل المراد. كم خليط أعطيتني حتى الآن دون فائدة. يا سيدتي، الخلفة من عند الله. خير، ما حاجتك؟ أريد شيئا من بخور وادي السند. نفد ما عندي من وادي السند. من بخور وادي اليمن إذن، أم أنك ترفض بيع العجائز؟ سأحضر لك بعضا منه. ما أشنع فعال العطارين يخلطون الحابل بالنابل، وكله هراء في هراء. وهل لنا من مقصد غيرهم يا أمي؟ قولي لي ما حاجتك وأنا أدلك عليها. عندي الحل. يا خالة، ها هو. يا خالة، كنت في سبيل البحث عمن يخلصني من مأزق أنا فيه، ورجائي أن أجد العون عندك. العون عند الله يا ابنتي، إلا أنني سأبذل جهدي إن شاء الله. تعالي معي إلى بيتي وسأخبرك بمشكلتي. حسنا حسنا. أهلا أهلا أيها الشاه بندر. أرجو أن تليق هذه الهدية المتواضعة بمقامكم الرفيع يا مولاي. هديتكم مقبولة أيها الشاه بندر، وإنه من الواضح أن الدنف ورأس الغول
متفقان ولا داع للقلق. هل من أمر آخر مقلق يا شهبندر التجار؟ القادم المجهول يا مولاي، ولكننا واثقون من أنكم ستزيلون كل بواعث القلق يا مولاي. ما يقلقكم يقلقني يا شهبندر التجار. وثق أنني حريص مثلكم على تدفق هذه البضائع وأمثالها من الجواهر، ولن أسمح لأحد أن يعبث بأمن الولاية ويوقف تدفقها، وصاحب شرطتنا يدرك ذلك جيدا. سيدتي الشيخة، أنا على استعداد لإعطائك ما تطلبين إذا أنقذتني. أستغفر الله يا ابنتي، أستغفر الله. إنني مكتفية بالقليل القليل من متاع الدنيا، وأسعى إلى خدمة الناس لوجهه تعالى. مشكلتي باختصار إنني متزوجة منذ بضع سنوات ولم أنجب إلى الآن. وزوجك يلح على طلب الأولاد، وإلا سيتزوج من سواك لهذا السبب. هذا صحيح، ولكن من أخبرك؟ بفضل من الله تعالى يا ابنتي. أعرف السر من النظرة الأولى إلى الإنسان. نفعنا الله ببركاتك. اطمئني يا ابنتي، اطمئني، فالله سبحانه وتعالى ما أرسلني إليك اليوم إلا نجدة لك ورحمة منه. حي، أبشري يا ابنتي، أبشري، لقد هداني الله إلى من يستطيع أن يقدم لك الدواء الشافي، فيذهب بالجد ويأتي بالخصب. حقا؟ إنه شيخ فاضل وجليل، وله أعمال يحسبها الناس من المعجزات. هل تدلينني عليه؟ بل أذهب معك وأتوسط لك عنده، فهو لشدة تقواه يعتكف لساعات وساعات 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 للعبادة. ولكن يجب أن نذهب الآن، فشيخنا الجليل لا يستقبل أحدا بعد هذه الساعة. حي، بنا نمضي. مهلا يا ابنتي، أريد أن أتحدث إلى الصباغ في أمر يخصني. انتظريني هنا. السلام على عباد الله. وعليك السلام يا سيدتي الشيخ. جعل الله الخير والبركة في هذا المكان. بارك الله فيك يا سيدتي. ماذا تريدين؟ إنني أبحث عمن يجيرني وولدي من بلاء نتوقعه. وما هو هذا البلاء؟ إننا نقيم في بيت متصدع يكاد ينهار فوق رؤوسنا، أنا وابني وابنتي تلك التي تقف في الخارج. تلك الحسناء ابنتك؟ ما شاء الله ما شاء الله. أفهم من كلامك أنك تبحثين عن بيت تقيمون فيه. بل نستأجره ريثما نرمم بيتنا. وقد جئتك لأنني أعلم أن لديك بيتا للأجرة. هذا صحيح يا سيدتي، أنا أملك بيتا ليس بعيدا من هنا، لكني لا أسكن فيه مع العائلة، إنما أستقبل فيه بعض الأصدقاء للسمر، وقد يكون هذا محرجا بالنسبة للفتاة. لا 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 أنت في بيتك حر كما تشاء. نحن لن نستأجر إلا ركنا واحدا فقط من البيت، لا غير. ماذا قلت؟ حسنا، متى تريدون الانتقال إلى بيتي؟ الآن إن شاء الله. الآن لا أستطيع إغلاق المسبقة. لا تتعب نفسك يا سيدي، دلني على البيت وأعطني المفتاح وكن مطمئن البال. لا بأس، الآن. والآن
أين يقع البيت؟ بارك الله بك يا سيدي. أنذهب الآن؟ نذهب. جاءك السعد يا أبا السعود، جاءك السعد. ماذا قلت يا سيدي؟ تابع عملك، تابع عملك. انتظريني يا ابنتي، أريد أن أثقل عليك مرة أخرى. أستغفر الله يا خالة. سبق لي أن وعدت هذا الشاب في أن أخذه معنا إلى الشيخ الذي نقصده، فهل لديك مانع في ذلك؟ ولكن لا تخافي يا ابنتي، لا تخافي، لن يمشي معنا، سأجعله يمشي وراءنا عن بعد. كما ترين. ما هذا الذي فعلته أيها السيد؟ أتظن أن بنات الناس لعبة بين يديك؟ حاشا وكلا يا سيدتي، ولكن اعذريني، فأنا لم أتمكن من تجنب كل هذا الجمال. أي جمال هذا؟ أحدثك عن الموعد الذي تخلفت عنه. أي موعد تقصدين؟ فأنا لا أذكر أنني وعدتك بشيء. لم تعدني أنا، بل وعدت الخاطبة. ألست ابن التاجر عيسى الدمياطي؟ من عيسى الدمياطي هذا؟ لا يوجد في السوق كله تاجر بهذا الاسم، وحتى لو كان موجودا فهو أحمق. فكيف يقطع وعدا لمثل هذا الجمال ويتخلف عنه؟ تعني أنك لست العريس الذي حدثتني عنه الخاطب؟ أنا اسمي زاهر يا سيدتي، ويعرفني كل التجار هنا. صدقيني، لا وجود لذلك الدمياطي الذي ذكرته. اعذرني أرجوك. اللعنة على تلك الخاطبة. بالله عليك لا تلعني ولا تعتذري، إنها مشيئة الله أن تخلطي بيني وبين ذلك التاجر المزعوم. ماذا تقصد؟ أريد، إن كنت لا تمانعين بالطبع، أن أعرض الزواج من ابنتك بدلا من ذلك الذي تخلف عن وعدي. أيجوز هذا؟ ولم لا؟ ألست أمها وهي ابنتك؟ بلى. حسن، وأنا تاجر معروف في السوق، وهذا دكاني. والله يا سيد. زاهر يا سيدتي. فاجأتني بالطلب. أرجوك أن تتفضلي علي بالموافقة، فأنا أرى في الخطأ الذي حدث اليوم حكمة من الله. حسنا، ما دمت ترى ذلك. في مثل هذه الحالة لا بد من الرؤية الصريحة. ماذا تعني؟ كثيرا ما يكون الوجه مليحا وسواه قبيحا. لا بأس، لا بأس يا ولدي، لك ذلك. يمكنك أن تراها كما تحب وتبادلها الحديث أيضا. متى؟ الآن. إننا ذاهبتان إلى بيتنا الآن. بإمكانك أن ترافقنا حتى نصل إلى البيت وتدخل وراءنا. هذا يعني أن أترك دكاني، وأنا تاجر جديد في هذه الناحية من السوق، ولم يعتد الناس دخول دكاني بعد. ساعة واحدة، لا تقدم ولا تؤخر. ولماذا لا يكون ذلك في الليل؟ النهار أفضل من الليل. لا بأس، حسناءك تستحق النهار والليل معا. ولكن مهلا يا بني. ماذا بعد؟ كيف أتأكد من أنك لا تخدعنا؟ كيف يا خالة؟ أتريدين برهانا على صدق نيتي؟ أجل، احمل معك 1000 دينار، فإذا ما جلست الفتاة تحدثت إليها وأعجبتك دفعت لي المهر مقدما. لا بأس، اطمئني، هذا الكيس فيه 1000 دينار ذهبا بالتمام والكمال. يعجبني الرجل الجاد. هيا اتبعني وسترى العجب.